طبعا يا استاذ علي الكاستر ده كل ما تديله حليب وتخدمه في الحليب ان شاء الله باذن الله تعالى يطلع معاك في السماء، يبقى معاك احسن حاجه ممكن تتخيلها، ما تبقاش تقيله. وبعدين احنا ما بنضيفش نشا خالص يا استاذ علي. ممكن ياثر معاك على الكاستر، يعمل معاك طعم بودره في الكاستر. وانت بتاكل الكاستر كده يا استاذ علي تحس بطعم البودره فيه، تحس ان هو كاستر نايم ما استواش. احنا بنتلاشى الموضوع ده. السلام عليكم ورحمه الله. النهارده ان شاء الله هنشوف طريقه عمل الكريمه بالتفصيل مع الشيف محمد الحميري. استاذ علي مساء الخير عليك وعلى كل الناس اللي بتشوفنا وتتابعنا على طباخين مصر. طبعا انت منورنا النهارده ومشرفنا، احنا بالتحديد في ارض كوم النص عند فرحه اولاد ابو صفيه. هي معانا النهارده 3 ذبايح، وهنستعرض طبعا مع الناس النهارده طريقه الكاستر من البدايه للنهايه بطريقتها كلها ان شاء الله باذن الله تعالى، من اول خطوه لاخر خطوه. وان شاء الله هنحاول نوصلها لاعلى اعلى تركايه معانا، اللي هي توصل معانا اعلى مستوى في الكاستر، ان يبقى حاجه كويسه وحاجه محترمه وتبقى حاجه كويسه قوي ان شاء الله قدام الناس. استاذ علي ده احنا ان شاء الله معانا النهارده 3 حلل كاستر، كل حله ان شاء الله معانا فيها 15 علبه كاستر. كاستر احنا بنشتغل بيه اللي هو سان جورج. تمام. دي الميه يا استاذ علي. اول خطوه بنعملها ان احنا بنحط الميه، كميه الميه اللي احنا عايزينها، وبعد كده بنبدا نحلي بالسكر بتاعنا. تعالى يا شيف. برضه عايزينك تعرفنا يا شيف الكميات الصغيره برضه اللي حابب يعمل في البيت. مفيش مشكله على دماغه استاذ علي. بص يا استاذ علي، هو احنا طبعا اي حد فاهم الكلام ده، احنا ما بنشتغلش بمعيار معين، لان احنا بالنظريه معانا، لان احنا عارفين كل حاجه قدامنا بتاخد ايه، وايه اللي يطلعها صح وايه اللي يطلعها غلط. ولكن احنا لو هنتكلم على البيوت، لو هتشتغل مثلا بعلبه كاستر اللي هي فيها 12 ظرف، تاخد حوالي كيلو ونص او 2 كيلو لبن، وتاخد كيلو سكر، وحوالي لتر ميه. تمام. طبعا يا استاذ علي احنا بنجود في الكاستر شويه، بنديله حاجه اسمها مكثف، وبنديله حاجه اسمها نيدو، عشان يطلع معانا اعلى تيست ان شاء الله باذن الله تعالى في الكاستر بتاعنا. احنا كده بنحلي يا استاذ علي الميه بتاعتنا. الخطوه الثانيه معانا يا استاذ علي، هنبدا نضيف معانا الحليب اللي هو البودر، اللبن النيدو بتاعنا، وبعد كده الحليب اللي هو الايه، اللي هو الفريش بتاعنا ان شاء الله. اول حاجه تعالى يا شيف. طبعا احنا بنصفي زي ما حضرتك شايف كده يا استاذ علي، عشان ايه، لو في اي رواسب ولا اي حاجه. ده الحليب يا استاذ علي اللي هو الفريش بتاعنا. تعالى يا شيف. طبعا يا استاذ علي الكاستر ده كل ما تديله حليب وتخدمه في الحليب ان شاء الله باذن الله تعالى يطلع معاك في السماء، يبقى معاك احسن حاجه ممكن تتخيلها. التيست بتاعه يبقى اعلى حاجه ممكن تتخيلها، كل ما تديله ايه، حليب اكتر. تمام. فاحنا ما بنبخلش عليه. دول يا استاذ علي حوالي 5 كيلو لبن نيدو البودره. انزل يا شيف. ده اساسي يا شيف. طبعا. بص يا استاذ علي، ده نيدو. طبعا النيدو يا استاذ علي درجات. ايوه. احنا طبعا معانا ما شاء الله درجه محترمه خالص، ما شاء الله يعني طلع معاك تيست محترم جدا. احنا على الهوا. بص كده حضرتك شايف، بص اللبن، بص اهو ما شاء الله. بص علي كده غلى شيف. كده غلى معانا. تمام. كل ما يفور معانا النيدو بتاعنا يدي معانا التيست احسن. كل اللبن النيدو ده ما يفور معانا يدي معانا تيست احسن. هنبدا احنا بقى يا استاذ علي، عندنا 15 دسته كريمه مدوبينهم بلبن برضو فريش. تمام. هنبدا بقى ننزل عليهم البودره هنا يا استاذ علي اللي هي بتاعتنا دي. تمام. هننزل على الميه اللي بتغلي دي المتحليه. يلا بينا يا شيف. انزل يا شيف، توكل على الله. انزل. باستمرار يا شيف محمد. طبعا يا شيف، طبعا يا استاذ علي زي ما حضرتك شايف كده بالظبط، عشان ما تكلكعش، عشان ما تكلكعش وما تخرجش معانا وتطلع معانا ناعمه. لم النار يا شيف. بص يا استاذ علي، دي كده احنا ان شاء الله وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه اهو. ايوه يا شيف. احنا بنبقى ظابطين العيار معانا يا استاذ علي، زي ما قلت لحضرتك كده برضو معانا بالنظريه. بص يا استاذ علي، احنا مش عايزين قوام اكتر من كده، لا اخف ولا اتقل من كده، عشان الكريمه بتاعتنا تبقى معانا لباني زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. تمام. ما تبقاش تقيله. وبعدين احنا ما بنضيفش نشا خالص يا استاذ علي. احنا بنشتغل بالعلبه اللي هي الكاستر اللي هي السان جورج بس. بص يا استاذ علي، اهي ما شاء الله اهي فاتحه ما شاء الله جميله. تمام. ولباني، خفيفه مش تقيله ولا تقيله ولا خفيفه. احنا كده وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. تمام. ده بالنسبه لاول حله معانا يا استاذ علي اهو. في لبن مكثف يا شيف؟ معانا لبن مكثف اهو. بس هو مش اساسي يعني. لا مش اساسي، احنا الاساسي عندنا اللبن النيدو. ايوه. ده الاساسي معانا يا استاذ علي. ده اللي بيعلي التيست. طبعا. ايوه. برضه الشيف عرفنا الخطوات واحده واحده كده يا شيف. بص يا استاذ علي، احنا اضفنا ميه الاول، ميه سخنه، بعد كده بنبدا نحلي الميه، بعد كده نضيف اللبن الفريش بتاعنا عليه اللبن النيدو اللي هو البودره، وبعد كده بنسيبه لغايه ما يغلي معانا. يغلي معانا ويفور عشان اللبن يتفاعل مع بعضه مع الميه والسكر والكلام ده،
وبعد كده نبدا نصب البودره اللي احنا مدوبينها بلبن فريش. نصب البودره بتاعتنا يا استاذ علي اللي احنا مدوبينها بلبن فريش لغايه ما نوصل يا استاذ علي للي احنا عايزينه، القوام اللي احنا عايزينه في الكاستر بالمنظر ده كده. بس هي كده قوامها كويس ما شاء الله. كده لا تقيله ولا خفيفه. يعني ما نتقلش عن كده. لا لا لا، لا نتقل ولا نخفف عن كده، معقوله. طب يا شيف هي بتختلف احيانا بالنسبه للصيف والشتاء. احنا لو في صيف هنتقل الكريمه عن كده شويه، لان طبعا الجو بيبقى حار واحنا في صيف، فممكن الكريمه تسيل معانا او تسيح معانا، فاحنا بنتلاشى كل ده وحفاظا على الكلام ده كله سهل ان احنا ما نقعش في اخطاء او ضربات تقابلنا في الشغل نتقلها معانا شويه. ولكن احنا عشان الجو النهارده كويس ما شاء الله، والجو يعني احنا في شتاء، احنا بنحاول ان احنا نوصل الكريمه لقوام خفيف مش تقيل، لان هي كده كده ساعه ان شاء الله باذن الله تعالى هتمسك معانا وهتبقى زي الفل، وفي نفس الوقت يبقى الطعم معانا كويس والكريمه لباني معانا مش تقيله معانا. واهم حاجه يا استاذ علي زي ما حضرتك شايف كده ان الكريمه تبقى ناعمه. ايوه. ما تبقاش مكتله ولا مخرزه معانا، الكريمه تبقى ناعمه معانا. ده من نجاحها طبعا. طبعا ده سر من اسرار نجاح الكاستر في الافراح. واحنا زي ما قلت لحضرتك برضه يا استاذ علي احنا بنجتهد، ولو حد من اخواتنا الشيفات المحترمه عنده اي طريقه افضل مننا احنا بنشوفها نتعلم منه، مفيش اي مشكله، احنا كلنا بمنظومه بتكمل بعضها. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يوسع عليك. هنخش بقى على الحله الثانيه هنا يا استاذ علي. هنا نفس الكلام برضه. نفس الكلام برضه، حطينا الميه يا استاذ علي زي ما حضرتك شايف. بعد كده اضفنا الحليب الفريش، الحليب البودره بتاعنا اللي هو البودر. بعد كده اضفنا السكر وحلينا، بنسيبه لغايه ما يغلي معانا. يغلي معانا نكون مجهزين البودره يا استاذ علي زي برضه ما هوريها لحضرتك كده بنفس الطريقه بالظبط. بعد كده نصب البودره اللي معانا على الميه اللي بتغلي لغايه ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه برضه ان شاء الله. استاذ علي احنا معانا الحله الثانيه زي ما قلت لحضرتك برضو نفس المكونات اللي اضفناها للحله الاولى هي معانا في الحله الثانيه، اللي هي الميه، الحليب الفريش، الحليب النيدو يا استاذ علي، السكر طبعا وفار معانا وغلا. وهنبدا بقى نصب البودره بتاعتنا يا استاذ علي. تعالى يا شيف، انزل يا شيف، انزل يا شيف، انزل يا شيف محمد. خلاص يا شيف محمد وصلت معانا القوام اللي احنا عايزينه يا استاذ علي، نبدا بقى نهدي عليها النار. ايوه طبعا الصب على طول يا شيف، ما ينفعش نسيبها لا، حكايه انك تصب واحده واحده والكلام ده ممكن ياثر معاك على الكاستر، يعمل معاك طعم بودره في الكاستر. وانت بتاكل الكاستر كده يا استاذ علي تحس بطعم البودره فيه، تحس ان هو كاستر نايم ما استواش. احنا بنتلاشى الموضوع ده. دي اول حله معانا يا استاذ علي اهي. طبعا احنا عاملين حاجه اسمها كراميل، احنا بنصبه في الفورمه بالمنظر ده كده. بالظبط بنكرمله على النار. تمام. وبنبدا بقى نصب الكاستر بتاعنا كده يا استاذ علي. اهي ما شاء الله. بص يا استاذ علي قوام الكاستر اهو. اهو يا استاذ علي. مش عايزين فيه اكتر من كده يا استاذ علي. برضه الفورمه من تحت الشيف احنا بنديها زي ما احنا عايزين. ممكن طبعا احنا بقى عندنا بندق وعندنا فستق برضه النهارده هوريه لحضرتك دلوقتي. أيوة. وعندنا برضه ممكن جوز هند وزبيب، عندنا كريز وكمبوت، عندنا شغل ما شاء الله كويس يعني. مشكلين يعني. مشكلين النهارده ما شاء الله يعني. بص يا استاذ علي قوام الكاستر اهو. احنا مش عايزين فيه اكتر من كده، لان احنا في جو ما شاء الله حلو يا استاذ علي، بيساعد ان الكاستر معانا هيمسك بسرعه، فاحنا مش عايزين الكاستر يبقى تقيل معانا. احنا في شتاء. أيوة. بيختلف طبعا 200 درجه بالنسبه للكاستر بتاع الصيف. لكن مش صح يا شيف ان احنا نشتغل بنشا. لا 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 لا. يعني مع احترامي ليك اي شيف المفروض شاطر ما يدخلش النشا معاه في الكاستر خالص، لانه هو اسمه كاستر يا استاذ علي. احنا لو اضفنا له نشا يا استاذ علي يبقى معلش يعني احنا عملنا حاجه زي المهلبيه كده بتاعت البيوت. يبقى احنا معلش ما بنتميزش عن الناس باي حاجه. لا، احنا عايزين اللي يجي في فرح ياكل يحس ان هو بياكل حاجه غير اللي بياكلها في البيت. يحس ان هو بياكل ورا شيفات، مش بتاكل في بيتك عادي. لا. تسلم ايدك يا شيف. حبيبي يا استاذ علي، حبيبي. الله ينور يا شيف. الكاستر اهو، البندق والكمبود والكراميل شايفين ما شاء الله. وهنا طبعا الرجاله شغاله كده على اخرها. دي كده سفره الشيف محمد اهي ما شاء الله، الاكل كله سخن. صور العظمه دي يا استاذ علي، صور العظمه دي يا استاذ علي، صور. تسلم ايدك يا شيف. شايفين يا جماعه ما شاء الله الاكل لازم يكون سخن كده. ماشي خليك
اطلع برضو كده بره اوريكم الدنيا فيها ايه. صباح الفل، شرفتنا يا عم علي والله. الفل. الله يخليك يا حاج، الله يخليك يا حاج بدوي، الف مبروك يا حاج. اتفضلوا اتفضلوا. هنا كده البوفيه، طبعا هنا برضو معانا الاستقبال. واحدة ولا اثنين؟